على ترابيزة الكبار، أخبار بتنتشر، تحليلات بتتكلم عن انضمام مصر لمجموعة الجي 7، وشغل عالي بيحصل في الكواليس الدولية. ناس بتسأل، هل مصر فعلا هتاخد كرسي دائم وسط أغنى 7 اقتصادات في العالم؟ ولا الموضوع أكبر من مجرد عضوية؟ الحقيقة أغرب وأهم بكتير مما تتخيلوا. النهاردة في الدنيا مقلوبة هنفكك اللغز ده، وهنقول لكم ليه الغرب بيحتاج مصر أكتر ما مصر بتحتاج عضويتهم. أيوة زي ما سمعت كده، ليه الغرب بيحتاج مصر أكتر ما مصر تحتاج عضويتهم. عشان نفهم القصة لازم نعرف مين هم الجي 7 أصلا. أمريكا، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا واليابان، دول بيحركوا 51 تريليون دولار. علاقتهم ببعض مش بس تجارة، دي تكنولوجيا، تحالفات عسكرية، مصالح استراتيجية كمان. طب ليه مصر؟ وليه بنشوف مصر ضيف دائم ومحوري في القمم بتاعتهم من 2015؟ هل الموضوع صدفة؟ أكيد لأ طبعا. مصر مفتاح الأمن القومي العالمي، والجي 7 عندهم صداع اسمه طاقة، هجرة، إرهاب، التلاتة بيمروا من عندنا. قناة السويس اللي اتأثرت، أسعار السلع في أوروبا واليابان هتولع، أمن المتوسط، مصر هي خط الدفاع الأول ضد الهجرة الغير شرعية، ومصر هي اللي واقفة سد منيع قدام تمدد الإرهاب اللي لو وصل للحدود أوروبا هتغرق. الوساطة، مفيش دولة في المنطقة تليفونها مفتوح للكل زي مصر، بتكلم إيران، بتكلم أمريكا، بتكلم حماس، بتكلم إسرائيل كمان. الكل بيحتاج الكلمة المصرية عشان يهدي اللعب. حاجة مهمة كمان، السوق والغاز. أوروبا بعد حرب أوكرانيا قررت تقطع علاقتها بغاز روسيا وبقت بتدور على بديل، ومصر بقت مركز تسييل الغاز في شرق المتوسط. ده غير طموح الهيدروجين الأخضر اللي الغرب عايز يستثمر فيه عندنا. أيوة، عايز يستثمر فيه عندنا. طيب، وصلنا للسؤال الأهم، هل في انضمام رسمي؟ الحقيقة يا جماعة إننا بنتكلم عن مرحلة تغيير قواعد اللعبة، في مفاوضات حقيقية، تصريحات دولية بتلمح إن مصر مش بس مؤهلة، دي بقت جزء من الشراكة الاستراتيجية. وحتى لو الشروط الاقتصادية التقليدية زي حجم اقتصاد صناعي لسه بتتعالج، فالمصالح هي اللي بتفرض القواعد الجديدة. الغرب بقى يدرك إن استقرار العالم مرتبط باستقرار مصر. وفي النهاية خلينا نكون واقعيين، مشاركة الرئيس السيسي في القمة دي مش عشان سواد عيوننا، لا، دي مشاركة شريك استراتيجي. مصر لما بتروح القمة دي بتروح بثلاث ورقات ضغط: الأمن، الطاقة واللاجئين. والثلاث ورقات دول بيترجموا المليارات استثمارات، نقل، تكنولوجيا، تأمين لمصالحنا الوطنية. مصر ربما مش عضو بكارنيه في مجموعة السبع، لكنها عضو بالثقة، عضو بالدور اللي مفيش حد غيرها يقدر يقوم بيه. احنا مش تابعين، احنا لاعب رئيسي في عالم متعدد الاقطاب، بنلعب في البريكس، بنحجز مكاننا في قمم الجي 7. السؤال ليكم دلوقتي بعد كل اللي قلناه ده، هل شايفين ان تقارب مصر مع الغرب في قمم الجي 7 هو الطريق الافضل لاقتصادنا، ولا نركز اكتر على تحالفاتنا في الشرق؟ شاركوني برأيكم في التعليقات، لأن الدنيا فعلا مقلوبة ومصر هي اللي بتمسك البوصلة. كانت معكم الشيماء توفيق في الدنيا مقلوبة. باي باي. ده انا مصر حبيبتي